بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليك أفضل الصلاة والسلام. هتعملي ايه يا أم محمد؟ طبعا معايا هنا سمكتين مكاريل من السمك الروسي الأزرق أبو ظهر أزرق المخطط ده. احنا بنقول عليه روسي، وفي ناس بيقول عليه ايه، مكاريل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسلم على حبايبنا اللي في مصر وخارج مصر وجميع الدول العربية. طبعا يا حبايبي غسلتهم ونضفتهم حلو زي ما شفتوا. ومعايا هنا فلفل حار، 3 قرون، وبصلتين، ومعايا برضو 3 طماطمات، وهمسكه خرط كله على بعضه في الكبة بتاعتنا كده زي ما شفتوا كده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بس السمك طبعا غسلاه ومنضفاه حلو، وفتحته ومسكاه نضيف، وعصر عليه ليمون مخليه ريحته، بصوا ما شاء الله حاجة تحفة. والله يا حبايبي بتوحشوني 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 بتوحشوني. زي ما شفت السمك بتاعنا طبعا مفتوح كده حبايبي اهو. وهجيب ورق الفيوم بتاعنا، امسك الورقة اجوزها جوزتين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وهنوضبه زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، اتنيها ووضبها زي ما شفتوا كده، على قد السمكة بتاعتي، واعمل لها حروف من هنا ومن هنا ومن ورا برضو على نفس ديل السمكة كده حبايبي اهو. ما شاء الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. زي ما شفتوا كده حبايبي اه، شايفين الجمال والحلاوة والدلال ده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. زي ما انتوا شايفين قلب السمكة ابيض بفتة. وهنا هحط الايه، السمكة التانية، الورقة بتاعت ايه برضو التانية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بشكر كل حبايبي، كل متابعيني اللي هم دخلوا لي جداد، واللي هم خشوا ليوميات ام محمد في الريف المصري. بشكركم حبايبي كل الشكر، بشكركم والله بشكركم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. زي ما حطوا البصمة يا حبايبي، ما تنسوش البصمة، بصمات بصمات يا حبايبي. أي. ها، هو ايه كليه. وزي ما شفتوا حبايبي كده طبعا اهو، شايفين عاملينه ازاي. بصوا ليمون بقى وحصور عليه، اهم حاجة الليمون كده يا حبايبي. وحطينا البهارات بتاعتنا، وهنقلبها في الكبة كده زي ما شفتوا كله على بعضه. عشان نحشي بقى الايه، نحط الحشوة بتاعتنا في قلب السمك وليمون كده، وبحصر على ايه، على السمك بتاعنا كده ليمون. احصري ليمون بصي اه كده، اهم حاجة الليمون ده. وطبعا بشوية بهارات برضو، وهرش على السمك قبل ما احط التتبيلة بتاعتنا. قبل ما هنحط الخلطة بتاعتنا دي هنا بزريتين وقعوا بشدهم زي ما شفتوا كده بشيلهم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. البصمات يا حبايب ما تنسوش اللايك والاشتراك، واللي ما شافش، اللي اول مرة يشوف يوميات ام محمد في الريف المصري يشترك في القناة عشان يوصلوا كل جديد ينزل من يوميات ام محمد في الريف المصري. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. واحصري برضو ليمون هنا، ما تستخسريش حاجة، كل بص اللي عندك كلته حطيه. شايفين يا حبايبي اه، بنفس هذا الشكل الجميل الحلو بتاعنا ده. ايه، وتحصري على السمك بتاعنا وتدلعيه وتوضبيه حلو، ايه، وننزل بقى بالتتبيله بتاعتنا فوق. اللايك يا حبايبي ما تنسوش اللايك، واللي اول مره يشوف يوميات ام محمد في الريف المصري يشترك عشان يوصلوا كل جديد ينزل من يوميات ام محمد في الريف المصري. طبعا يا حبايبي مش هنعجلي بس او هنعمل بس، دي طبعا ما بياخدش زيت يامه وما بياخدش قدام يامه، وما بيتعبش، حلو ومريح. وبصوا في الاكل كده ما شاء الله حاجه تحفه. عشان طبعا ايه، دي للناس اللي هي مش عاوزة لا تاكل صلصة ولا تاكل الحاجات اللي هي اللي لا مجلي ولا الحاجات دي. والله ده ما شاء الله خفيف وحلو وحاجة كده ايه، ما شاء الله تستاهل ايه، حنك.
يا ريتكم يا حبايبي تكونوا كنتوا معايا، والله كان طعمه جميل وتحفة وبألف هنا وشفا للي كال، وكل لقمة بتنادي أكلها. حطي يا حبايبي كده ما تستخسريش حاجة. وحطيت على الحاجة بتاعتنا فصين من التوم برضو، على الفلفل وعلى البصل وعلى الحاجات دي، وانا بضربه في الكب كله ويا بعضه زي ما شفت يا حبايبي كده بهذا الشكل الجميل. دي حاجة تحفة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. عشان السمك بقى يشرب من التتبيلة بتاعته الحلوة دي بيقولوا عليه سمك سنجاري. نعمل ويا بعض السنجاري النهاردة، وليمون كده، شرايح ليمون زي ما شفتوا كده يا حبايبي، وتحط فوقه وفي الفرن وتزجي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صورت انا بعد والله ما انا عارفه يا مروه بتقول لكم يا حبايبي بتسلم عليكم، بتقول لكم حطوا اللايك والشير، ولو بتحب الخير اعمل لايك وشير. ما تعلي صوتك يا مروه. اعمل لايك وشير. لو بتحب الخير اعمل لايك وشير. خلاص يا حبايبي، ما تنسوش اللايكات بقى والاشتراك. بصوا يا حبايبي، بصوا شويه الزيت اللي حطيناهم، حاجه رشه بسيطه، وفرننا مولع، وزجينا الصاج بتاعنا. وهغسل برام رز المعمر زي ما بتقولوا عليه، او رز مسوس. حطيت له سمنته ولبنه وحطيت له حاجته وزجيته. لا مش وهو طالع، ده كان بيغلي كده في الفرن وكنت بوريهم. وادي الرز بتاعنا المعمر، وادي السمك بتاعنا طلع واستوى ما خدش سوا، وخس وزيتون. وكان الغدا بتاعنا النهارده جميل وتحفه ما شاء الله. هنا وصحتين على اللي كل حاجه والله. وجريت بطاطس زي ما شفتوا كده، وبنغرف الرز ما شاء الله، حاجه تحفه كده روعه. ما اقولكمش بقى الرز الجميل بتاع ام محمد ده لو كنت الاقي منه تاني السمكتين دول وانا كلتهم. نجيب ونعمل لك تاني سمك. وادي الغدا الصنايع حبايبي زي ما شفتوا كده ما شاء الله. الصينيه مش واخده والله ما هي واخده. بصوا بشيل المعالق احطها على الخاص عشان احط طبق الزيتون. وزي ما شفتوا كده، يا رب الفيديو بتاع النهارده ينول اعجابكم ويكون عند حسن ظنكم وينول رضاكم يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. يلا يا حبايبي، واسيبكم في رعايه الله وامن. ماشي حبيبتي. لا اله الا الله. وجرس كده يا حبايبي، كان عندنا كيس جرس محطوط في الفريزر، طلعته وكان الغدا بتاعنا. وزي ما شفتوا يا حبايبي كده قولوا لي رأيكم في التعليقات، وقولوا لي رأيك يا ام محمد. قولوا تسلم ايدك. انت حطيت الفيديو بالطول مصوره بالطول شويه يا مروه، وده شو المصور الخايب بتاعي ده ما شفتوه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بس يا مروه نقولوا رأيكم. كان جايلنا ضيف بظروف، والضيف جه ورزقه معاه. والله يا حبايبي انا بنبسط. يعني الجماعة بتوع زمان يقول لك اكل اللجم يمنع النجم، اكل النجم يمنع والله ما انا عارفه يا حبايبي. اكل اللجم يمنع النجم. ايوه كانوا بيقولها كده. ويقول لك اللي بيجي ورزقه معاه. اهو يا حبايبي ما شاء الله، جه الضيف ورزقه معاه، وربنا مشيع له رزقه. ويا رب الفيديو بتاع النهارده ينول اعجابكم ويكون عند حسن ظنكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واستودعكم الله.